جريمة شقة العجوزة، القاتل اللي محدش شافه. لو حابين تسمعوا قصة حصلت بجد، قصة جريمة خلت كل الناس في العجوزة مش عارفين يناموا أيام. اقعدوا واهدوا، لأن اللي هحكيه دلوقتي مش خيال. دي جريمة حصلت فعلا في قلب القاهرة. جريمة شقة رقم 14 في شارع هادي جدا، محدش كان يتوقع انه يخبر كل الرعب ده وراه. الليلة دي حصلت حاجة محدش قدر يفسرها لحد النهاردة، وده كان أول مرة في حياتي أشوف قضية فيها الجاني والضحية الاتنين غايبين، ومفيش غير ريحة موت طالعة من شقة مقفولة. يلا بينا نبدأ. كل حاجة بدأت يوم 12 يوليو سنة 2022. منطقة العجوزة كانت هادية زي العادة، لكن سكان شارع معروف هناك لاحظوا إن في ريحة غريبة طالعة من شقة في الدور التاني. صاحبة العمارة كان اسمها مدام نوال، قالت إن هي شمت الريحة أول ما طلعت على السلم، وقالت للجيران شكلها حاجة بايظة في التلاجة، أو ممكن تكون قطة ميتة. لكن الريحة كانت غير كده تماما. جيران الشقة حاولوا يخبطوا عليها، لكن ما كانش في حد بيرد. وبعد 3 أيام من الريحة اللي مش بتروح، قرروا يبلغوا الشرطة. لما الشرطة دخلت، المنظر كان صادم. الشقة كانت مظلمة، كل الشبابيك مقفولة، والساعة على الحيطة كانت واقفة على الساعة 3 الصبح. وفي المطبخ التلاجة كانت شغالة، بس بابها مش مقفول كويس. أول ما فتحوا الباب لقوا كيس أسود كبير، وجواه جثة ست متقطعة، وكانت متغلفة بإتقان، كأن اللي عمل كده عنده خبرة كبيرة. الست دي طلع اسمها ليلى عبد السلام، وكان عندها 42 سنة، وكانت عايشة لوحدها بعد طلاقها بسنين. ما كانش ليها مشاكل مع حد، وكانت بتشتغل محاسبة في شركة قريبة. بس الغريب إن آخر مكالمة ليها كانت الساعة 3 الفجر، قبل ما تختفي بساعات قليلة. والمكالمة دي كانت مع شخص محدش قدر يوصله لحد النهاردة. الشرطة فتشت الشقة كلها، مفيش كسر ولا سرقة، بس لقوا كوباية عليها بصمات راجل وشعر طويل في السرير، مش شعر ليلى. القضية بدأت تتحول للغز. الجيران قالوا إن في راجل غريب كان بيطلع عندها كل يوم، شاب في أواخر التلاتينات، بس محدش كان يعرف اسمه. التحريات جابت الكاميرات، وفعلا شافوا الراجل طلع العمارة عندها الساعة 10 بالليل، وفضل جوه العمارة وما طلعش بعدها. يعني كان جوه وقت الجريمة. بس الصدمة إن مفيش كاميرا صورته وهو خارج، كأن الراجل اختفى جوه العمارة. اتقبض على أكتر من شخص، واتحطت الشبهات على طليقها وكمان على زميلها في الشغل، بس كلهم كان عندهم أعذار قوية. القضية فضلت متعلقة شهور. رجعت تاني
الشبهات تروح ناحية طليقها، لكن كان عنده دليل قاطع إن هو في يوم الجريمة كان مسافر. وزمايلها في الشغل قالوا إن هي كانت مرعوبة قبلها بأيام، وقالت لجارتها جملة: في حد بيراقبني يا سعاد وبيكلمني من أرقام غريبة. الناس كلها بتتكلم عنها. بس بعد شهرين بالظبط في منطقة الدقي في بلاغ عن ريحة غريبة طالعة من شقة في عمارة تانية. الشرطة دخلت لقيت نفس المنظر بالظبط، كيس اسود وجثة محطوطة في التلاجة، لكن المرة دي الجثة كانت لراجل. وبعد تحليل ال DNA اتضح ان هو نفس الراجل اللي كانوا بيدوروا عليه، اللي هو جلال. يعني ايه؟ يعني جلال ما كانش القاتل؟ حد تاني هو اللي قتل ليلى وبعد كده قتل جلال في الدقي بنفس الطريقة عشان يضيع أي خيط يوصل للحقيقة؟ الشرطة بدأت تراجع كل المكالمات الأخيرة اللي بين جلال وليلى، ولقوا إن في رقم تالت بيتكرر بينهم هما الاتنين، رقم ملهوش اسم. ولما راقبوه اكتشفوا إن هو متسجل باسم ست عجوزة اسمها فوزية، عايشة في نفس العمارة اللي حصلت فيها جريمة ليلى. لما راحوا الشقة دي لقوها فاضية والست متوفية من 1.5 سنة. لكن الجيران قالوا إن هما كانوا بيسمعوها بتتكلم كل ليلة في أوضتها، وأوضتها دي كانت في الشقة اللي قدام ليلى بالظبط، كأن في حد بيراقبهم هما الاتنين. القضية اتقفلت رسميا على إنها جريمة ضد المجهول، لكن في ملفات المباحث اتكتب ملاحظة بخط الإيد: القاتل كان يعرف الشقتين كويس وكان بيراقب الضحايا. قبل الجريمة بشهور الناس اللي سكنت في الشقة بعد كده قالوا إنهم كل مرة يدخلوا المطبخ بيشموا نفس الريحة. دي كانت جريمة شقة العجوزة، قصة حقيقية من قلب القاهرة، قضية لحد النهاردة محدش عرف مين اللي بدأها ولا ليه القاتل اختفى كأنه ما كانش موجود من الأساس. لو القصة دي خلتك تفكر، اعرف إن اللي جاي أخطر.